سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الخير عليكم جميعا، كل اخواتي وحبايبي اللي منوريني دايما بوجودهم. ما شاء الله، هي دي دورة البط اللي انا ربيتها كده على العيش، فابتدت ان هي تكبر معايا. واليوم بيفرق معاها جدا جدا ما شاء الله. النهارده كده عامله لهم خلطه بقى. الخلطه دي هتخلي البط بقى في زياده، تخلي البط بتاعك وزنه يعلى ويتقل معاكي ويقفل الريش معاكي بدري. انا هنا باكل البط ده اللي هو بياكل فيه الخلطه اللي هي تعتبر دلوقتي بقى انسب خلطه تاكلها للبط. لو هو البط بتاعك في الحجم ده كده او في العمر اللي هو بعد الشهر، يعني بتاكليه الخلطه دي. انا هنا حاطه لهم بقى حاطه لهم العيش اللي بيكون فايض عندي. لو ما عنديش بشتري لهم عيش. اهم حاجه في تربيه البط ان هو ياكل معاكي عيش. وكمان الخلطة عليها علف 21%، بياكل علف وعيش وشوية ردة. وكمان عليهم دشيشة اللي هي الدشيشة الوسط. ولو حابة بقى انك انت تدخلي لهم الفول المجروش بتاع الطيور برضه هتكون يعني لو حطيت الفول ده مرتين بس في الاسبوع على الخلطة، هيخلي البط بتاعك يحمل معاكي لحم ويكبر معاكي على طول، وهيخلي البط عظمه يستوي معاكي بدري. فالخلطة اللي هو البط بياكل فيها دي دلوقتي دي فيها عيش وفيها دشيشة وسط، وكمان عليهم علف 21%. طبعا انا قللت نسبة العلف شوية عن الاول. طالما البط بتاعك بياكل معاكي الحاجة اللي بتعملها له، فخلاص هتضمني ان هو هيكبر معاكي على طول. اهم حاجة طبعا ببتدي بها اليوم بتاعي ان انا بغسل السقاية بتاعة البط او العلبة اللي هتحط لهم فيها المية تكون نظيفة كده. وبعد كده خلاص بحط لهم ميه نظيفه، وبعدين بحط لهم الاكل بتاعهم. وطبعا بتلاحظي حركه البطه معاكي وانت بتاكلي الطيور بتاعتك. تاخدي بالك طبعا من الطيور. فخلاص على كده بتلاقي الطيور بتاعتك بتكبر معاكي على طول. اهم حاجه انك انت ما تخلطيش للبط بتاعك مره واحده. يعني انا البط ده اول لما ابتديت ان انا ادخله الدشيشه مع الرده مع شويه الفول الحاجات دي كلها، ببتدي كده واحده واحده مش مره واحده، علشان البط بقى عشان ما بيكونش متعود على الخلطه، يعني فعشان ما يعضش في بعضه. كمان انا بعمل بعد ما البطه بتجيب معايا عمر 35 يوم او 33 يوم، ببتدي ان انا اقص طرف المنقار بتاعها كده، علشان ولا البط يعض في بعضه ولا يجيله افتراس ولا اي حاجه. تعملي كده كل ما بتلاقي كده البط ابتدى ان هو، يعني لو البط بتاعك بيبدأ ان هو ينقر في بعضه كده، هتعملي اول حاجه هتعمليها تقص طرف المنقار بتاعه. طبعا البط ابتدى ان هو يريش ما شاء الله. الديل بتاعه ابتدى ان هو يطلع فيه الريش والصدر البط برضه. فالمرحله دي يعني بتحتاج اهتمام اكتر. يا ريت لو انت لسه بتشوفي الصفحه بتاعتي او بتشوفي القناه بتاعتي تشتركي فيها. وكمان يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا من اللايك. طبعا دي دورة البط اللي انا بصورها معاكم يوم بيوم، علشان علشان تشوفوا الفرق في الحجم البطة بيكون عامل ازاي. كل يوم طبعا لو انت بتهتم بالبط بتاعك ومن اكل ونظافة وشرب وكل حاجة، كل يوم بتلاحظي بتلاقي الحاجة بتاعتك مش شرط البط، اي طيور بتلاقي ان هي اليوم بيفرق عن اليوم اللي قبله، بتلاقيها بتكبر معاك على طول من غير اي غلبة. انا هنا بقى حاطه لهم الميه ميه عاديه، مفيش على الميه اي حاجه. المهم ان علشان فصل الصيف وكده باستمرار كده تغيري الميه اللي قدام الطيور، ما تسيبهاش لفترات طويله. ما تحطيش للبط بتاعك ميه سخنه علشان ما يتعبش معاكي. فشايفين ما شاء الله بيبتدي ان هو ياكل. ليه؟ لان البط طبعا انا معوداه من عمره الاسبوع على العيش، كنت باكله وهو عمره اسبوع عيش بعلف، فخلاص انا معوداه على كده. عشان كده لما باجي ادخله اي حاجه ما بكونش مستغربها ولا اي حاجه، غير لما بتكوني بتاكلي البط علف صافي خالص، وبعد كده تيجي انك انت تدخلي له بقى اي اضافات.
فممكن البط يقعد فترة على ما يتعود كده على الحاجات اللي انت بتعمليها. طبعا غلو الاعلاف خلانا بقينا دلوقتي بنخلق للبط بدري عن الاول كمان. وفي نفس الوقت بيديكي نفس النتيجة ما شاء الله. يعني بط حجمها كويس، بتكبر معاك بسرعة، ما بيحصلش اي حاجة. وبالعكس كمان طعم اللحم بتاعه بيكون مفهوش زفارة ولا في اي حاجة، بيكون طعمه كويس. ليه؟ لانه بياكل دشيشة على عيش على علف على ردة، الحاجات دي كلها على الفول بيخليه لحمه يستوي وعظمه يستوي بدري. ان شاء الله باذن الله دايما نصور معاكم فيديوهات جديدة تستفادوا منها. ويا ريت كده لو انت لسه موجودة معايا لحد الان من الفيديو ولسه ما عملتيش اللايك، بسرعة كده تعملي لايك علشان اعرف ان الفيديوهات بتنال على اعجابكم، وبقوم مشجعة ان انا انزل كل يوم فيديو جديد.